السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. لو عندك 3 فرخات، ممكن تعمليهم ازاي على 8 وجبات او 7. خلاص يكفوك الشهر كله. وكمان هنعمل التتبيلات بتاعتهم بحيث انك تعملي كل التتبيلات وترتاحي خالص من وقفة المطبخ، طبعا لان معظمنا الجو حر وما بيحبش يقف في المطبخ. هنبتدي هنا. جبت بصلاية، حطيت عليها ملح وفلفل اسود، وحطيت عليها آم، وحطيت عليها جنزبيل وايه والعصرة ليمونة، وضربتهم في الكبة زي ما انتم شايفين. هنعمل كل التتبيلات ونخليهم على جنب، وبعد كده هنتبل الفراخ. هنا قطعت بصلاية متوسطة، عليها قطيتين، عليها فلفل اسود وملح، طبعا كمية كده هنقول معلقتين كبار من الملح، لان لازم الملح يكون كتير شوية في الفراخ المشوية، لان دي تتبيلة الفراخ المشوية عشان خاطر تشرب من التتبيلة وتبقى طعم. معانا 3 معالق من الزيت، ومعانا معلقتين من الخل. ممكن تضربوهم في الكبة او تضربيهم في الخلاط، كده كده هتمشي معاكي، لان في خل وفي زيت فهيمشوا الموضوع. وركننا التتبيلتين على جنب، وهنبتدي نقطع البانيه. هنقطع البانيه بقى بالشكل ده كده. طبعا دي انا اللي خليت البانيه ده اصلا من الفراخ، يعني الصدور دي انا اللي خليها بنفسي، وبقطعها معاكم بالشكل ده كده. بنخلي الصدر صحيح، ونبتدي نقطعه زي ما احنا عايزين. لو عايزين بقى نقطعه شرايح بقى عريضة شوية، براحتنا خالص. خلاص هقطع بقى. انا خدت 3 صدور، هما 3 فرخات زي ما قلت لكم، خدت 3 صدور، والتلاتة التانيين هقول لكم بعد شوية هنعمل بيهم ايه. وهنبتدي نقطع بالشكل ده كده. اهم حاجة السكينة تكون حامية، عشان وانت بتقطعي يتقطع معاكي بسهولة وما يتعبكيش، ويتقطع تقطيع كويس. بالنسبة هنا دي الوراك، جبت 4 وراك، طبعا هما 6 لانهم بتوع 3 فرخات. جبت 4 من الوراك، وابتديت ان انا اشرطهم كده زي ما انتوا شايفين، وافتحهم بحيث التتبيلة تدخل جواهم، وكمان يتبلوا بسرعة ويستووا كمان بسرعة في الفرن معايا. دي التتبيلة اللي كانت عبارة عن قطيتين وبصلاية وفلفل اسود وملح وليمون وخل وزيت. دي التتبيلة بتاعت الفراخ المشوية. وهبتدي ادخل كل التتبيلة الجميلة دي في قلب الفتحات زي ما انتوا شايفين. الفتحات دي بتسرع من التسوية، وبتخلي الفراخ تشرب من التتبيلة، وبتبقى طعمها جميل. نيجي لتتبيلة البانيه اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي عبارة عن بصلاية وملح وفلفل اسود وجنزبيل وعصرة ليمونة. حطيت عليها دبس رمان، معلقة من دبس الرمان، وابتديت ان انا اقلبهم كده، واحطهم في اكياس بالشكل ده كده. ادي يوم تاني للغدا، وهبتدي ان انا اركنهم على جنب دلوقتي عشان نشوف الكمية كلها مع بعض. خلاص انا عملت 3 صدور بانيه، وهنكمل بقى باقي الكمية مع بعض. طيب جبنا برضو الفراخ، انا عملت 4 وراك زي ما قلت لكم للشوي، والاتنين التانيين هوريكم بعد شوية هنعمل بهم ايه. كده اهو بحط الوركين في الكيس، لان الكيس مش هياخد اكتر من وركين، لانهم ما شاء الله كبار. جبت الوركين الاخر اللي هم بقيت 6 يعني، وحطيتهم في كيس لوحدهم. دول هعملهم ان شاء الله كبسة للكبسة. خلاص تبلتهم كده بحبة ملح وبصل كده صغيرين، عشان يدوا طعم للايه، يبقوا طعمين بمعنى اصح. خلاص هنا بقى دي الاجزاء كلها تبلتها برضو بملح وفلفل اسود ونص بصلايه صغيره، وعبيتهم في كيس كده. وممكن تعبيهم على كيسين. هنعملهم بطريقه حلوه في الصينيه ان شاء الله تبقى تعجبكم. هنا بقى جبت ال3 صدور التانيين، وابتديت ان انا اقطعهم كده زي ما انتوا شايفين. الستريبس اللي الولاد كلهم بيحبوه، طبعا التقطيعه بتختلف عن البانيه خالص. بصوا بقطعه ازاي. بجيب الصدر على بعضه زي ما هو، بخليه من الفرخة واجيبه زي ما هو، واشيل الحتة الموزة دي، او ممكن نخليها برضو، واقطعه التقطيعة التخينة شوية دي. ده بقى يتعمل ستريبس. ليه تتبيلة حلوة قوي، هتشوفوها معايا دلوقتي هتعجبكم ان شاء الله.
هنبتدي بقى في التتبيله دلوقتي. جنزبيل وفلفل وتوم بودره وبصل بودره. لو عايزه تحطي فص توم صحي اللي هو الصابح ده او الفريش حطي. خلاص. وهنحط ده برضو دبس رمان، خل، ليمون، هنحط بتاع ليمونة مثلا ومعلقتين من الخل وخلاص، وجنزبيل وكل البهارات الحلوة دي حطيناهم على بعض. وهنحط ملح طبعا، ما ننساش الملح. وهنزود مية او لبن، دي مية باردة مش سخنة خلي بالكم. لو عايزين تزودوا لبن مفيش اي مشكلة. هنبتدي بقى ننقع الستريبس الحلو ده في التتبيلة الخطيرة دي. جربوا الطريقة دي والتتبيلة دي ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. ممكن تعملوها للبانيه كمان لو حابين، على فكرة مش شرط الستريبس. وطلعنا الكذا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة. والسلام عليكم.